ticking. Flee! Hard cover! No! Go, go, go! Kill target on sight. Let's go! سنة 2026 استثنائية لعشاق السينما، جرعة مكثفة من الأدرينالين والمطاردات القاتلة اللي صناع السينما من هوليوود وحول العالم قدموها السنة دي. النهاردة جمعتلك أقوى 10 أفلام أكشن نزلت في 2026 لحد دلوقتي، بداية من القتال العسكري وصولا للمطاردات الشرسة ولحد أسطورة الفنون القتالية في المركز الأول. ركز معايا كويس عشان كل فيلم في القايمة دي أتقل وأشرس من اللي قبله. Kill target on sight. Who are these guys? Booked a reservation with baggage. People that are doing this broke the only rule that matters to them. في المركز العاشر بنبدأ مع النجم جيسون ستاثام في فيلم الإثارة والأكشن شيلتر. القصة بتبدأ مع مايكل ميسون، عميل الاستخبارات البريطانية السابق اللي عايش حياة هادية في جزيرة معزولة في اسكتلندا، بس لما بتيجي عاصفة قوية بتتسبب في غرق سفينة ووصول طفلة صغيرة للجزيرة، مايكل بيضطر يخرج عن صمته عشان ينقذها، وده بيفعل نظام مراقبة حكومي متطور بيكشف مكانه لمنظمته القديمة وبيخليه يواجه موجة من المأجورين المسلحين لحماية الطفلة. فيلم بيقدم الأكشن الدموي والمطاردات الشرسة اللي بنحبها من جيسون ستاثام في قالب من التضحية والصمود. All I know is what we do right now and who we talk to matters. You see that? P-I-G-S. There's snitches in every division. Watch your back. Cover! Bitch! I'm breaking left! I got the roof! You want to steal this rip? Just say it out loud. في المركز التاسع بنروح لفيلم الجريمة والإثارة ذا ريد اللي بيرجع الثنائي مات ديمون وبين أفليك مع بعض على الشاشة، ومن إخراج جو كارناهان. القصة مستوحاة من أحداث حقيقية عن فريق مكافحة مخدرات في ميامي. بعد ما بيفقدوا قائد الفريق وبيفتشوا واحد من المنازل بناء على بلاغ، بيكتشفوا وجود $1,400,000 كاش مخفية جوه حيطة مزيفة. المبلغ ده بيغير النفوس بسرعة وبيحبس الفريق جوه البيت في ليلة واحدة مليانة بالشك والخيانة، ومفيش حد عارف يثق في مين. دراما جريمة مظلمة بتلعب على الشك والترقب النفسي وتصاعد التوتر بين الأصدقاء. Mom, look at this. I shouldn't be there. Active message. It appears there's been a massive bank job on Edgware Road. Repeat, massive bank job. It's ticking. Flee! Hard cover! No! Go, go, go! المركز الثامن بياخدنا الفيلم الإثارة والسرقة البريطاني فيوز من بطولة إيرون تايلور جونسون وإخراج ديفيد ماكنزي. أثناء أعمال حفر روتينية في شوارع لندن، العمال بيكتشفوا قنبلة لسه ما انفجرتش من أيام الحرب العالمية الثانية. الشرطة والجيش بيبدأوا عملية إخلاء ضخمة للمدينة، وفي نفس الوقت اللي العين كلها فيه على القنبلة وخطر انفجارها، عصابة محترفة بتستغل حالة الإخلاء عشان تنفذ أكبر عملية سرقة بنك على بعد خطوات من موقع القنبلة. صراع محبوس بين سباق الزمن لإبطال القنبلة وعملية سرقة ذكية واستحالة من الطوارئ. It's very simple. You've got until the very end of this song to get as far away from me as you can. You got the right shoes on? You'll be fine. Deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. في المركز السابع بنوصل لفيلم الأكشن والبقاء إيبكس من بطولة النجمة تشارلز ثيرون وتارون إيجرتون. القصة بتدور عن ساشا متسلقة جبال محترفة بتحاول تتجاوز الحزن بعد حادثة وفاة جوزها، فبتسافر لغابات استراليا المعزولة، وهناك بتقابل صياد محلي اسمه بن بيصطاد البشر كواحدة من هواياته المرعبة. بن بيقرر يخلي ساشا فارسته الجديدة عشان تبدأ مطاردة شرسة بين مهارات البقاء على قيد الحياة ورغبة الصياد في القتل. تجربة أكشن وحبس أنفاس وسط الطبيعة القاسية بتظهر الصمود البشري في أقصى صوره. And blood is all I will give in return.
بنوصل للمركز السادس مع الرؤية الجديدة والدموية لأسطورة روبن هود في فيلم ذا داث اوف روبن هود من بطولة النجم هيو جاكمان وإخراج مايكل سارنوسكي. بنشوف روبن هود في مرحلة متقدمة من عمره بعد حياة طويلة من المعارك والقتل، بيتصاب بجروح بالغة في قتال أخير، وبتيجي ست غامضة بتاخده وبتنقذه، وبيستخبى في جزيرة صغيرة عشان يحاول التكفير عن ماضيه ورعاية بنت صاحبه القديم. بس الماضي الدموي اللي هرب منه طول حياته مش بيسيبه في حاله وبيرجع له من تاني. معالجة سينمائية تقيلة ومظلمة بتجمع ما بين الأكشن الشرس والندم الإنساني. And it won't stop. No comms, no flares, no firearms. We need to move. في المركز الخامس معانا فيلم الأكشن والخيال العلمي العسكري وور ماشين من بطولة ألان ريتسون. الأحداث بتبدأ مع مجموعة من مجندي الصاعقة الأمريكية أثناء خوضهم لواحد من أشد البرامج التدريبية العسكرية في العالم، بس التدريب بيتقلب لكابوس حقيقي لما بيواجهوا كائن فتاك جاي لهم من الفضاء الخارجي عشان تتحول معركة التدريب لمعركة قتال وبقاء شرسة ضد آلة قتل ما بترحمش. مزيج ممتاز بين الأكشن العسكري القاسي والخيال العلمي المرعب، وهيفكرنا بستايل أفلام بريداتور الكلاسيكية. This should be fun. Ninjas on bikes. Less talking, more shooting. We got fun. Why does your car go faster? المركز الرابع بياخدنا للأكشن والمطاردات التقيل في فيلم ذا ريكينج كرو من بطولة الثنائي ديف باتيستا وجيسون ماموا. بنشوف أخين من أمهات مختلفة، واحد منهم جندي سابق في القوات الخاصة والتاني ضابط شرطة متهور وما بيحترمش القوانين. أبوهم اتقتل والشرطة مش عارفة مين اللي قتله ولا إيه السبب، فبيقرروا يحققوا في الموضوع بنفسهم عشان يعرفوا مين اللي قتله ويكشفوا العصابة اللي ورا الجريمة وسط مطاردات وانفجارات ضخمة. ومن إخراج أنتوني ماراس. Get me the data from every weather balloon, every reconnaissance flight. The invasion is Monday. We have a small window, but the timing must be perfect. Why should I trust you? We must face the facts! The facts! However frightening they may be! الأحداث بتبدأ قبل 3 أيام بس من إنزال نورماندي الشهير في الحرب العالمية الثانية، لما بتقف حركة أكبر عملية إنزال في التاريخ على التنبؤات الجوية. أندرو سكوت بيجسد شخصية عالم الأرصاد المعين للتنبؤ بالطقس، وبرندن فريزر بيجسد الجنرال إيزنهاور اللي لازم ياخد قرار مصيري بناء على النشرة دي. إثارة وحبسة أنفاس عالي المستوى، والتوتر هنا مش جاي من الانفجارات، ده جاي من سباق الزمن والقرارات المصيرية. Your plan is to just shoot me? I was being nice about it. You would have been unconscious. Oh, okay. Because I am considerate. Come down from heaven and save her. Isn't ready for you. God. Oh God, she was so beautiful in life. في المركز الثاني بنوصل للأكشن والإثارة Over Your Dead Body من بطولة جيسون سيجل وسامارا ويفينج. الفيلم بيحكي عن زوجين علاقتهم بقت جحيم وميؤوس منها، بيسافروا لكوخ معزول وكل واحد فيهم مبيت النية للتاني ومخطط انه يتخلص منه ويقتله. بس قبل ما بيبدأوا في تنفيذ خطتهم القاتلة 3 مجرمين هربانين بيقتحموا الكوخ فجأة، فبيضطر الزوجين يقلبوا الخلافات اللي بينهم ويتحالفوا سوا عشان يقتلوا المجرمين ويخرجوا عايشين من الكوخ. مزيج مميز بين القتال والمواجهة الدموية، وكل ده في ليلة واحدة مليانة بالخطورة.
وفي صدارة القايمة والمركز الأول بنوصل لفيلم الأكشن والفنون القتالية الأعظم السنة دي، فيلم ذا فيوريوس من إخراج أسطورة القتال كينجي تانيجاكي. القصة بتدور عن وونج واي، راجل صيانة هادي ومكافح، بتتخطف بنته من عصابة إجرامية خطيرة، ومع فساد الشرطة وعدم مساعدتهم بيتحالف مع صحفي بيحاول هو كمان يوصل لمراته المفقودة، وبيخوضوا سوا معركة قتالية طاحنة ضد جيش من المجرمين. الفيلم بيجمع عمالقة الفنون القتالية زي شيو وجو تسلم، وبيقدم قتال حقيقي ومتقن من غير أي تجميل، وبوعدك بتحفة سينمائية في عالم الفنون القتالية والأكشن المباشر، وهتفكرك بالسبب الرئيسي اللي خلى الناس تعشق سينما الأكشن. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان ما يفوتكش كل جديد عن عالم السينما والأفلام. أشوفكوا على خير.